الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع فيديو جديد على قناة ذا بيست فود أو أفضل الأكلات. وهقدم لكم النهاردة تشيكن جريد أو فراخ مشوية. هقدم لكم بتتبيلة جديدة أرجو تعجبكم. هي مزيج ما بين التتبيلة المصري مع بعض التوابل الهندي، طماطم مبشورة، بصل مبشور، زبادي، فلفل أسمر، زيت نباتي، لون أصفر زعفران، تشيكن تندوري أو صوص سبايسي تندوري، ودي توابل هندي اللي بيستخدموها في التندوري، خل، بابريكا. طبعا الملح بتاعنا هنبتدي الأول ننزل بالزبادي، طماطم مبشورة، طبعا بنبشرها على المبشرة بتاعتنا مع البصل، الزيت النباتي، وبعدين بنضيف البابريكا حسب ما تحبوا ما تحبوهاش مش مشكلة، التوابل الهندي، اللون الاصفر ده عشان يدي الفراخ لون بسيط كده اصفر، في ناس مبتحبش لونها، فلفل اسمر، الخل، ولو تحب تدي عصير ليمون مفيش مشكلة، الملح طبعا مش هنحط كل كمية الملح دي، حسب كمية الفراخ اللي عندنا، وبالمضرب وبنضرب الخليط بالراحة مع بعضه. في البعض بيحط المكونات على الفراخ مباشر كده، دي طريقة مش مستحبة لأن ممكن يعني الملح يخش في حتة أكتر من حتة تانية، لكن لما بنضرب الخليط كده مع بعضه بنضمن المزيج كله مضروب متجانس. طبعا ممكن الفراخ دي بعد التتبيلة دي بتسيبها على الأقل ساعتين، بس يفضل تسيبها اليوم كله في التلاجة وتاني يوم تستخدمها تبقى جميلة. طبعا زي ما احنا شايفين، لو حبيت يبقى لونها أحمر سنة كمان ممكن تديها شوية طماطم بيست أو طماطم بوريه حسب ما تحب. طبعا بننزل بالخليط على قد كمية الفراخ اللي عندنا. طبعا كمية الخليط أنا مزود عشان عايز هعمل تاني، بس بحط على قد الفراخ. وهنبتدي نقلب. ناخد معلقة عشان نسيت نقلب كده، نقلب الفراخ. ممكن انا طبعا هسويها على الفحم، بس لو مفيش فحم متوفر ممكن تسويها على جريلا اللي هي المدلعة دي اللي بتتباع، او ممكن ترصها في الصينية بس تكون دهنها زيت وتسويها في الفرن على نار هادية حوالي 180، تاخد حوالي 25 دقيقة 30 دقيقة زي ما احنا شايفين لونها جميل. بنغطيها، هي كده جاهزة متتبلة وجاهزة. ورمينا فراخنا على الفحم زي ما احنا شايفين، وبنسويها زي ما احنا شايفين لونها جميل ازاي، زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله. وبنقلبها. الله الله الله. اتمنى تعجبكم ان شاء الله. هنكمل بقية الكمية. ممكن لو ما كملش سواء على الفحم كده او مثلا حسينا فيها تكة نيجي هرمينا في الفرن دقيقتين ولا حاجة مش مشكلة. وده الشكل النهائي للفراخ بعد ما استوت. طبعا انا مقدمها مع رز، اتمنى تعجبكم.
وكمان مقدمها مع شوية سلطة خضراء، مع شوية سلطة زبادي بالبقدونس والخيار. أتمنى تعجبكم وبالهنا والشفا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد.